مساء الخير أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم بقناتي، وبيسعدني إنكم تنضموا وتشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس. اليوم رح نعمل شوربة العدس. المكونات زي ما بتشوفوا: كوب عدس، جزرة، بطاطا، وبصلة، وفنجان زيت زيتون، مكعب ماجي، معلقة كمون، رشة فلفل أسود، ونص معلقة كزبرة، ومعلقة ملح. زي ما بتشوفوا بالصورة. بننقع العدس وبنغسله وبنصفيه، وبعدين بنقطع البصل والبطاطا والجزر. بنحط طبعا الزيت وبنحميه، وبعدين بنحط عليه البصلة. بنضلنا نقلبها زي ما انتم شايفين لما يصير لونها أشقر. زي ما انتم شايفين انا حطيت كمان معلقة صغيرة كمان سمنة. ولما صار لونها أشقر أضفت لها البطاطا زي ما انتم شايفين، قطعتها مكعبات وأضفتها. بلشنا أقلب فيها. أيوة. وبعدها بضيف الجزرة، برضو بقطعها مكعبات وبضيفها على البصلة، وبكون راشة شوية ملح وبقلبهم مع بعض لحتى يتدبلوا. وبعدين بنزل او بسقط عليهم العدس وبضل اقلب فيهم لما العدس يتشرب الزيت وياخد من نكهة البصل والخضرة الموجودة زي ما انتم شايفين. بضل نقلب فيه لما يتشرب الزيت. وبعدين برش عليهم الملح والكزبرة والكمون ورشة الفلفل الأسود، وبضلني أقلب فيهم لما العدس والخضرة ياخدوا نكهة البهارات والملح. زي ما انتم شايفين بضلنا نقلبهم هيك شوي. بكون بهاي الأثناء أنا عم بغلي مية بالكتل. أيوة. والآن بضيف المية المغلية لغاية ما تغمر العدس. أيوة لغمرته. وبعدين بغطيه وبتركه على أول هيك 5 دقايق على نار قوية، بعدين بخففه. أيوة زي ما انتم شايفين بحركه، بتأكد إنه كل المكونات تجانست مع بعض. أيوة. وبعدين بغطيه وبرجع له بعمل له تقليبه هيك خفيفة، بتأكد إنه المية كويسة والخضار بدأت تنضج. بحركه شوي هيك تحريكة خفيفة، وبعد ما نضج باخد الشوربة وبالهاند بلندر بخفقها زي ما انتم شايفين. طبعا انا ببعد الهاند بلندر عن قاع الطنجرة عشان ما تحرق زي ما انتم شايفين. بضلك تعمل هيك لما تتأكدي انه كل الخضار اندمجوا مع الشوربة، وهيك بيكون الشكل النهائي. وبعدين بنسكبها ونحطها مع الاشياء اللي انتم بتحبوها، المطيبات زي الليمون، بصل اخضر اللي بتحبوه. انا هون قطعت الليمون وزينته بالبقدونس. وصحتين والف هنا. ويا ريت تكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبتكم العدس ولا لا. شكرا لكم، اهلا وسهلا.